صباح الفل. صحيت على صوت الراجل بتاع الموز قبل الظهر تحت البلكونه، بيقول الكيلو ب15 جنيه بلدي بقى، والموز البلدي الحلو الصغنون الجميل ده. وانا عندي يسر بتموت في حاجه اسمها موز، برغم ان هو بيسبب لها امساك، بس هي بتحبه قوي، فانا بعمله لها عصير، اديها مثلا صباع في نص اليوم الكلام ده. المهم رحت جبت الفلوس، جبت 30 جنيه من جوه ولبست الازاله. عقبال ما جيت كان هو راح عند العربيه بتاعته لاخر الشارع. عايزه اقول لكم عماله اشاور له كده، ما هو مش هيسمعني نديه وانا مش قادره اصلا انادي. مش شايفني، رايح جاي في نفس الحته اللي الناس مش عايزين فيها، هناك عند اخر الشارع كده. وانا واقفه في البلكونه متذنبه بقالي نص ساعه. بعدين قلت لا، انا هفضل متذنبه لحد امتى؟ النهارده عايزه اعمل شويه حاجات، وورايا غسيل عايز يتطبق وغسيل يتغسل، والدنيا عندي في اوضه الركنه متبهدله لاننا كنا نايمين فيها. فقلت يا بنتي يا هند ما بدهاش، بس ما تخشيش برضو من البلكونه ايدك فاضيه. رحت جبت ايه؟ جبت ملوخيه. الراجل بتاع الملوخيه برضو واقف تحت البلكونه. عايزه اقول لكم الملوخيه الخضراء الايام دي فظيعه، بجيبها وبقطفها وبشيلها، واي حاجه عندي فيها شوربه بسيبها بعملها بقى جنب الاكل طبق صغنون كده، لان يسرا عندي برضو بتحب الملوخيه، والاطفال كلها بتحب الملوخيه. بس المهم صباحكم ورد. صليت الصبح وبعدين بقى هخش ايه، نعمل فطار مع بعض كده ونظبط الدنيا. مش عارفه ماسكه السبت كده زي شنطه الخضار. وبصوا عندي الركنه عامله ازاي. اه دي عادي يسر. الركنه عندي متبهدله عشان كنا نايمين فيها النهارده. تمام. هقول لكم كنا نايمين فيها ليه النهارده. بس المهم هخش اغير اليو الاول طبعا واشطفها كده واظبطها، وبعدين نخش نحضر فطار ونشوف اليوم بتاعنا هيبدا ازاي، عشان بفكر كده النهارده انزل ارفه عن نفسي. فهشوف لو في وقت وقدرت بعد ما اخلص اللي ورايا هننزل، ما كانش يبقى ايه، يبقى وقت تاني، برغم ان انا صاحيه النهارده بدري. المهم صباحكم فل وصباحكم ورد يا رب، وصباحكم كده كله خير وبركه. يلا بينا نبدا كده ونشوف هنعمل ايه. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف كده هنبدا يومنا ازاي. اول حاجه زي ما شفتم كده جبت الملوخيه، بما اني فشلت في اني اجيب الموز فجبت الملوخيه وخلاص. ما هو اي حاجه يا جماعه، ما هو احنا يعني انا مش بصوا انا مش هخش بالثبت فاضي، لازم ان انا احط في البركه، والبركه بقى ان انا اجيب اي حاجه. فما جبتش الموز، جبنا الملوخيه ورضا برضو زي الفل، وان شاء الله بكره نبقى نلحق الراجل بتاع الموز. بعد كده دخلت بقى قلت اعمل فطار. هو انا الفطار عندي تقريبا اساسي بقى بطاطس، لان يسري بتحب البطاطس على الفطار والبيض، وانا بحاول بقى انوع لها، مره بيض بره بطاطس، ومره بعمل الاتنين زي ما انتم شايفين مع بعض كده. هنا حمرت بطاطس وكان عندي لانشون وجبنه، فحطيت حته وحته، لان يسري ما بتاكلش اللانشون، او انا ما باكلهاش يعني بمعنى اصح. ما بحبش اكلها لانشون عشان انتوا عارفين ان هو مش احسن حاجه للاطفال. تمام. وهنا بقى قلت يا بنتي يا هند حدقي بقى، حدقي يعني حدقي مع الاكل كده عشان اللقمه تتبلع. فرحت مطلعه لي كده ليمونتين ثلاثه وايه، ورحت هوب حاطه قرص البيض التاني. دول بيضتين يا جماعه، انا بعمل كل بيضه قرص لوحده، عشان لما بتتعمل مع بعضها بحس ان القرص تخين كده عارفينه مكلكع، فانا بحب القرص البيض رفنع. تمام بس كده. والبيض ده كمان عملته بالزيت، كنت عاملاه بلحسه زيت كده، مش عاملاه بسمنه علشان يبقى خفيف وكده. هنا بقى دخلت على الركنه وبلم الدنيا وبشيل الحاجه. وليه يا هند كنا نايمين في الركنه اليوم ده؟ كان محمد تعبان، فكنا قاعدين عادي بنتفرج على الشاشه كلنا في الاوضه، وبعد كده هو راح فرد على الكنبه وعينه راحت في النوم، فانا قلت حرام ما صحيهوش هو عنده صداع وتعبان. فروحت جبت اللحاف والمفرش وفرشتهم، وبصراحه نمنا. بيني وبينكم انا دلوقتي بقيت ارتاح في قعده الارض اكتر، او في نومه الارض اكتر. تقولوا لي ليه بقى؟ اقول لكم لان السرير ما بقاش يكفي ان احنا كلنا ننام عليه بصراحه، يعني بقت النوم عليه صعب قوي، لان انتوا عارفين الاطفال في السن بتاع يسر ده بيناموا نوم غريب، بيناموا زي البطريق كده، ايد في ناحيه ورجل في ناحيه، وحرفيا نازله فيها تلطيش. يعني انا اول مره اشوف طفله بتدي بالقلم برجليها، يعني انا بوش رجليها وبتديني بالقلم، بصحى من احلى نومه والقلم معلم على وشي. فبقت النوم جنب يسر صعب جدا. فعارفين نومه الارض بقى بالنسبه لي دلوقتي بقت احسن، لاني بنام براحتي. يعني لو انت ضربتيني في ناحيه انا ممكن اروح في اخر الاوضه عادي، فاهمين قصدي؟ ولكن طبعا الشتاء هيبقى الدنيا صعبة شوية، عشان مش هيبقى لطيف، والأوضة دي عندي ساقعة شوية عشان فيها بلكونة وشباك، وأوضة النوم حرفيا عندي دفا، حتى في الصيف حر، فاهمين؟ فهيبقى صعب شوية. ومش هعرف انام يسر دلوقتي في اوضه لوحدها، برضو صعب، لاني فاطماها ما بقاليش شهرين او 3 شهور،
فان انا برضو انيمها لوحدها يبقى صدمة تانية ليها، غير ان هي بتقوم كتير جدا في اليوم تشرب بالليل وهي نايمة تشرب. تمام، دي حاجة ما بتعرفش تفتح الازازة وتشرب لوحدها. بتقوم كتير جدا في اليوم تشقر علينا، اللي هو تطمن ان احنا نايمين جنبها وترجع تنام تاني. فاني انيم يسري لوحدها في الاوضه ده هيبقى بالنسبه لي صعب في الوقت الحالي، ولكن حرفيا انا كهند والله ما بعرف انام. لا فعلا على السرير ما بقتش اعرف انام خالص 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 جنبها. بقى النوم من رابع المستحيلات، يعني بصوا ضرب وتلطيش من كل حته. ف فالايام دي لما بيجيلي الفرصه والله بفرش بصراحه وبنام جنبها على الارض. ليه ما بتناميش انت وهي في اوضه الاطفال؟ هقول لكم ليه. انا مش بعرف انام في اوضه الاطفال. ليه يا هند؟ ما اعرفش، ما اعرفش، مش عارفه. من الاوضه دي من ساعه ما اتعملت حرفيا ما نمتش فيها ولا يوم. يمكن لما بتجيلي اختي بس ممكن تبات فيها يوم كده على المشي وتمشي يعني، والاوضه حرفيا ما بننامش فيها خالص. مش عارفه انام فيها، يمكن عشان سريرين، ففي حاجه حاساها ان هي كاتمه على نفسي بالسرير التاني، او انا ما جربتش، مش عارفه يعني ما جربتش وحاسه ان انا مش هرتاح. دي حاجه. تاني حاجه بقى، محمد رافض ان احنا نتفرق في النومه، يعني عايز ان احنا ان كلنا نبقى مع بعض، او لما يسر ان شاء الله تكبر تنام في اوضتها. يعني هو مش عايز ان انا اتعود انام جنبها وان هو ينام لوحده، فاهمين؟ وعلى فكره دي حاجه كويسه. يعني انا بحس لما الزوجه بتنفصل عن الزوج ان هي تنام مع الاولاد، بعد كده بيبقى الموضوع ده عادي، فخلاص بيبقاش فارق ان التاني يبقى جنب الشخص، فاهمين؟ انا لا، بحس فعلا ان الزوج والزوجه يناموا جنب بعض، ولو هنفصل حد نفصل الولاد. هي نظريتي انا، وفي ناس موافقاني وفي ناس هتعترض، يعني ايه، فاهمين؟ هي اراء بصراحه. بس بقى فقلت بقى ان شاء الله يعني هتحمل الايام دي، وهي مره بتمشي كده ومره بتمشي كده لحد ان شاء الله ما ابقى ايه افصل يسري في اوضتها وخلاص، وتبقى الامور طبيعيه، يعني ان هي تبدا بقى ايه تتعود والكلام ده، وتكون فهماني كمان، اللي هو خشي نامي فهماني، مش موضوع بقى ان هي مش فاهمه بتقوم تشوفنا على طول ان احنا نايمين جنبها. يعني هي لسه ان هي تنام دلوقتي، وفي ناس بتفصل ولادها من بدري جدا، بس هي مدارس، يعني هي بالاول والاخر مدارس وكده. بس المهم زي ما انتم شفتوا بقى، هنا سلقت الفراخ وكمان قطفت الملوخيه، والطبق اللي عدى ده بقى التصبيره بتاعت زمان، شوربه وعيش، ولو في كبد وقوانص كمان كنت حطيت، بس ايه ما كانش في كبد وقوانص لان دي كانت اوراق ما كانتش فرخه. ف... عملت الطبق ده اليويو يعني، وكلت معاها بصراحه معلقتين لان انا بحب العيش بالشوربه، يعني مامتي كانت بتعمله زمان والتصبيره بتاعتنا، فيسري بقى انا عودتها عليها لما بعمل شوربه طازه بحط لها طبق كده عيش بشوربه واكله لها وباكل معاها معلقتين. رجعتني لايام الطفوله وايام الجمال يعني. بس هنا كمان حمرت لسان عصفور وحطيت عليه الشوربه، ويا دوبك غلوتين، يا دوبك الشوربه تغلي وبقفل النار وهو بيكمل سوايه في سخونيه الشوربه. وعلى فكره الطريقه دي بتخلي اللسان ما يعجنش معاكي. هنا بقى هعمل الكشك. دي ربع كوبايه رز، لان الكوبايه دي صغيره، وشوربه. حطيت الرز في الشوربه علشان يبدا ان هو يستوي. تمام، عشان انا هعمل شويه كشك بس شويه صغيرين قوي. تمام، هنا بقى بوريكم ان الشوربه استوت، لان ده عدى وقت من لما عملت الشوربه، وهنا بعمل الكشك بقى. هنا كمان خرطت الملوخيه، وعايزه اقول لكم ان انت تحطي الملوخيه في كيس وتخرطيه ما بيبهدلش معاكي الدنيا، وبيتخرط بسرعه جدا ومش بيغلبك خالص. والطريقه دي كان حد عملها وبصراحه لما عملتها عجبتني قوي. هنا بقى بوريكم ان كل حاجه على نار، يعني انا ببقى واقفه على البوتاجاز مشغله العيون كلها وكل حاجه على عين وزي الفل. هنا هي الشوربه اتعملت. هنا كمان الرز كان استوى في الشوربه بتاعه الكشك. بحط بقى عليه شويه اللبن دول، لان انا زي ما قلت لكم هعمل طبق كشك صغير. وحطيت بقى شويه ملح وشويه فلفل، يعني البهارات بتاعتي الزياده. هي الشوربه متحدقه ولكن طبعا اللبن والرز لا، فهزود شويه عشان ما يبقاش بس دلع. تمام، وهنا بعد ما الشوربه سخنت رحت ساقطه الملوخيه الخضراء دي. يا جماعه بصوا، هي الملوخيه المجمده حلوه وكل حاجه، بس الخضراء يا جماعه برضو طعم ولون وريحه غير. يعني مهما جبنا حاجات مفرزه ومهما جبنا ماركات، الحاجه الفريش دي بتبقى غير. فخلينا متفقين ان ما دام الحاجه الموسم بتاعها ما نجيبش مجمد، يعني احنا بنجيب مجمد في غير الموسم لكن في الموسم لا. تمام. هنا بقى دول معلقتين دقيق كده،
ربيتهم في شويه ميه او شويه لبن، وهنزل بيهم تدريجي على الكشك، وهبدا ان انا اقلب لحد ما يربط معايا ويوصل للقوام اللي انا عايزاه. وطريقه الكشك دي يا جماعه حلوه جدا، في ناس بتعمله بالنشا وفي ناس بتعمله بالدقيق. انا من المدرسه اللي بتعمله بالدقيق، تمام، لان مامتي كانت بتعمله بالدقيق مش بالنشا، هو اصلا بيربط على طول جدا. بعد كده بقى هنا دي بصلايه صغيره متقطعه ناعم، حمرتها في حته سمنه، اول ما تاخد لون ذهبي كده هنزل بيها في الكشك. تمام تمام. في ناس بتحمر التقليه وتنزل السمنه بس وتاخد التقليه لوش الكشك، انا بحب احط ايه، شويه بصل برضو ناعمين كده مع السمنه اللي هتنزل على الكشك. برضو هي مدارس، بس الطريقه دي عايزه اقول لكم جربوها والله العظيم حلوه جدا للناس اللي بتحب الكشك. على الناحية التانية او على الصعيد الاخر بقى، احنا هنا بنحمر الطشة بتاعة الملوخية، لان الملوخية انا موطية النار عليها وببدأ ان انا اقلب علشان ما تفرش مني وتسقط في الشوربة وكده. هنا بوريكم ان خلاص الكشك اتعمل وبكبك وبقى زي الفل، فهقفل عليه عشان ما يتقلش ويكلكع مني. وعلى الصعيد الاخر زي ما انتم شايفين التومه يا دوبك اخدت لون فاتح قوي، رحت نازله عليها بالكزبره، لان الكزبره لما بتنزل مع التومه بتتحروق بسرعه والتومه بتبقى نيه. تمام. بس وهقلب بقى تقلبتين يا دوبك تاخد لون فاتح كده. انا مش عارفه ليه الكاميرا النهارده مغمقه الحاجه، مش عارفه الاضاءه ولا الرينج لايت الجديده الاضاءه بتاعتها مش متظبطه، حاسه مغمقه الشوربه ومغمقه شويه التومه، مش عارفه غامقه شويه ولا انا اللي متهيألي. بس هنا بقى بحمر التومه وهنزل بيها في الملوخيه. عايزه اقول لكم شويه ملوخيه يا خرابي على الجمال، الطش بتاعت الملوخيه دي اللي هي انت بتشهقي فيها يا لهوي كده، دي حوار تاني خالص لوحده. شويه ملوخيه يا جماعه بعرق كده تاكليهم يغسلوكي من جوه، ينزلوا كده يطهروكي من كل حاجه شفتيها. ودي بقى اهم فقره انا بحبها، وهي فقره غرف الاكل، او ان احنا نبدا نقدم الاكل. اول حاجه هحطها الشوربه عشان بس تبدا تبرد شويه، لان احنا بنبدا بالشوربه الاول زي كل الناس في البيوت المصريه، اول حاجه بيبداوا بيها هي الشوربه. تمام تمام. طبعا اللي هناك ده التقليه او طبق البصل اللي اتحمر علشان الكشك، لان محمد ما بياكلش الكشك ببصل، انا اللي باكله بس ببصل، محمد بيحبه ساده يعني بيكتفي بالبصل اللي اتحط في شويه السمنه اللي احنا ايه حطيناهم مع بعض يعني في الفيديو. هنا بقى حطيت لي محمد طبق، وحطيت انا ويوي لنا الطبق التاني دوت، والطبق ده انا هحط فيه التقليه بتاعتي، يعني انا ويسرا هناكله بتقليه ومحمد لا هياكله كده من غير بصل يعني. تمام. بصوا انا بقى لازم نظبط الاكل وندخل الاطباق كده ونظبط الدنيا، ناخد اللقطه برضه ناخد اللقطه. بصي عيشي في مطبخك ان انت ملكه، والله العظيم انت لو حبيتي المطبخ وحبيتي بيتك وحبيتي اللي انت بتعمليه عمرك ما هتعملي اي حاجه متضرره. حتى لو كنتي تعبانه هتبقي عايزه تخفي عشان تقومي تشوفي حال بيتك، مش زي الناس اللي بتعمل حاجه وهي متضرره دايما بتبقى شايفه ان البيت ومصالحه تقيله عليها. يعني حب البيت يحبك، حب المطبخ يحبك. والله العظيم لو مشيتي بالمبدأ ده هترتاحي جدا يعني. اعملي الحاجه بحب، انت محدش جبرك على حاجه، انت بتعملي الحاجه للناس اللي انت بتحبيهم. بصوا بقى الملوخيه وجمالها وخضرها وحلاوتها يا جماعه، الملوخيه الايام دي فظيعه فظيعه فظيعه. وبس كده، هنا بقى خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبكم ما تنسوش اللايك.